الطبق ده والطبق ده كمان ب40 جنيه. النهارده احنا في مكان بيعمل حلويات وعصاير فريش بأرخص الأسعار لشباب محترم فكر يستغل خبرته في الألبان، من رز بلبن من إنتاجهم ب10 جنيه بس، وبولة الآيس كريم ب10 جنيه. عندهم سموزي تحفة ومميزين بإن كل حاجة هنا بيعملوها أول بأول فريش. وعندهم بقى واحد ميلك تشيك أوريو عالمي، عجبني جدا القوام بتاعه تقيل وطعمه حلو، والعصاير عندهم كويسة وبتبدأ من 10 جنيه. وندخل بقى على الحلويات والرز بلبن بالكنافة وعليه الكريمة والنوتيلا وعليهم الأوريو باودر، والرز بلبن باللوتس وعليه الباودر وده بديل مصري. وعندهم بقى اشطوطه بقطع المانجا وعليها بوله ايس كريم بالرز بلبن اخر جمدان. الوافل ب 25 جنيه من ايد الشاب الجميل زياد، حط المارشميلو وعمله سندوتش وقفل عليه وكان ريحته جامده جدا. ونزل الاطباق بقى على الترابيزه، ام علي مكسرات ووافل مارشميلو واشطوطه مانجا ورز لوتس ورز نوتيلا. اول حاجه جربت الرز بلبن الساده وعجبني الكشكشه والدسمه بتاعت الرز بلبن، طعمه كويس جدا ياخدك في حته تانية خالص. ورز بلبن النوتيلا روعه، مظبوط طعمه ما يجزعش النفس. اما الاشطوطه مانجا بقى الطبق مليان وفيه كل حاجه تتخيلها، وبجد يا جماعه قيمه مقابل سعر. ام علي بكسرات نوتيلا بصراحه كويسه والسعر كويس، 40 جنيه تدفع وانت متمزج. اما بقى الرز لوتس طعمه حلو، خاصه اللوتس ما حسيتش انه نوع مصري، طعمه مظبوط. الوافل بقى مارشميلو عجينته كويسه جدا وهيحبوا عشاق المارشميلو. بجد بنشكر الشباب الجميل ده على الحاجات الحلوه اللي هم عملوها، وتسلم ايديكم، واتمنى كل الناس تروح تجربهم. المكان اسمه لبنيتو في شارع ابو سليمان امام فرع وي، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.